في الوقت اللي ولا عندنا الشعب المغربي كيفهم في الكره، في المقابل ولات عندنا صحافه خامجه كتهرس اكثر ما كتبني. هنايا هازين دريبيكا كبير علينا الواحد هاز دربو لا لا كان اسمعني لا لا كل واحد كاع الماتشات صح خسرناهم. عطاوني شنو هو التطور اللي وصلنا ليه من بعد لاكوب دي موند، عطاوني شي خطوه زدناها. متفق معك عطاوني دريبي شي خطوه زدناها. متفق معك ما كاينش. دابا هاد بورزوق ريحتو خانزه بماركيز كتشمها من ورا ليكرو، جالس كيشلط في الركراكي اللي فرح الكبير قبل الصغير، وخلى الوالدين والجداد ديالنا عارفين اسماء اللاعبين ديال المنتخب وكيشجعوا معنا حتى هما. الحقد ديالو راه بدا قبل الكان في ماتش اميكال مع الكوت ديفوار، في حين الوقت اللي كانت الصحافه المصريه دافئين باللعابه ديالهم القدام وكيكبروا بهم، وحنا مسكين وليد مضاربغا مع ديالنا كل واحد واش كيتشهى عليه، هل اللي باغي حريمات اللي ما قدرش حتى يوصل للجروبات في العصبه، ولا اللي باغي رحيمي كيلعب في الامارات شابع كبسه ولا غلط من نيبه. انا ما فهمتش هاد الناس منين كيفكروا. اما دوك 140 صحافي اللي مشاو لكوت ديفوار على حساب الجامعه في كل شيء حتى مبابي جينيك ما شراوش فلوسهم، قلنا ماشي مشكل، الصحافه ديالنا غادي تكون قوه ضاربه في الكان وغتعاون ليكيب ناسيونال كونتر الخصوم. ساعات لقينا مع سخافه وماشي صحافه، وحتى صياغه الاسئله ما كيعرفوش يسولوا. تخيل واحد مشى كيقول للمدرب ديال تونس واش تقصيتو حيت خايفين تلاقاو مع المغرب. دابا بالله عليكم واش هذا اللي كيقول هذا السؤال خريج مع هاد الصحافه؟ واش هذا يستاهل ترفع عليه الجامعه وتبديه يمثل المغرب؟ والله حتى مستوى هزيل. وبلا ما نساو ديك الصحفيه اللي خسرت الهضره على المباشر في التدريب الاخيره للمنتخب، والسبب هو ملعوعه دخل عند اللعابه وخلقات لنا جو مكعرف في لونطوراج المنتخب ليله الماتش ديال جنوب افريقيا. غير منطقيا واش هاد الناس مشاو يعاونوا ليكيب ناسيونال ولا يدبزوا مع الطاقم التقني؟ والله العظيم لا دي زانفلونسور مشاو من فلوسهم وقدموا كونتوني زوين، عرفونا بالثقافه ديال كوت ديفوار وعطاو صوره واعره على المغرب، وكاين اللي عاونوا الناس تما في بعض القرى المهمشه وخلونا نعيشوا معاهم اجواء الكان بحال الا حنا كنا في الكوت ديفوار. فتحيه لهاد الناس اللي قدموا المحتوى النقي. نرجعوا للمهم وندوي على السخافه اللي ولاو طالقين سمومهم في الراديوات وكيسينوا الركراكي غا في الدوره. ذاك رونار اللي كلشي دابا كيهلل به باش يرجع للمنتخب، ياك لعب معنا الكان ديال 2017 صار مع مصر حتى واحد ما دوا عليه، كلشي رجعها لبن عطيه علاش ما مشيتيش براسك. مشى للمونديال جاب نقطه وحده وخاسر مع ايران، وكلشي عاود فرحان به وكيهلل به باش يبقى وتعاطفوا معاه. من بعد جا الكان ديال 2019 قصاصو البنين في التومون حتى هو، لكن حتى واحد ما دوا عليه، كلشي رجع له ما لزياش وعلاش ما خلاش بيلانتي لبوصوفا. وسبحان الله نفس السيناريو مع الركراكي، بيلانتي ضيعوا حكيمي تقصينا كلشي عاود هجم عليه بحال شي كلاب كانوا سادين عليهم، وحتى واحد ما دوا على حكيمي ورجعوا له مع الركراكي. هذا الركراكي في اخر عامين قدم للمغرب اغلى ما يمكن يقدموا شي واحد، جاب العصبه الافريقيه للكره المغربيه اللي هي اسمى المسابقات انديه في القاره، وخلى المغرب يوصل لرابع المونديال، الانجاز اللي كنا كنفرحوا فاش كنحققوه غير في البلاي ستيشن. واللعابه ديال المكسيكو 86 اللي شاركوا في المونديال باقي دابا كياكلوا ويشربوا بانهم وصلوا للثمن. الركراكي راه خلانا نوصلوا للدومي فينال. اما الناس اللي كيقولوا راه حقا في المونديال صدقات ليه، واش كاين اللي غادي تصدق ليه ويوصل للدومي فينال؟ فهاد الشيء راه ما كيتخيلوش العقل. سيدي مور المونديال راه جا في ماتش اميكال ربح البرازيل، اول فريق عربي كيربح المنتخب البرازيل، وما ادراك ما البرازيل. الجروبات ديال هذا الكان هذا راه جا 7 ديال النقاط، وفاش تعطبوا لي 2 ديال اللعابه ونقولوا كاع خطا، بنادم نسى كل شيء وبدا كيشلط فيه. هنا غادي تعرف ان هاد الصحافه المنتميه ما بهاش المنتخب ولا الانجازات، بل بها وليد الركراكي، لانه ديجا خلاهم يعيشوا العذاب سنه 2022 وراكم عارفين البقيه. اخيرا رساله للجمهور الكروي الحقيقي، وليد الركراكي كنز عندنا خصنا نبروفيتيو فيه ونخليوه يبني لنا منتخب كيف كنحلموا به هذه السنين، وحنا كنا باغيين مدرب مغربي الاصل وبكاليتي كبيره وكيموت على درابو البلاد، فهو وليد. كوراج وليد، حنا معاك، وكذلك حنا كاملين عارفين على الصحافه المنتميه حقد عليك. ميساج طروات ديال العقول الراقيه، تهلاو.